على صباغة أطلس إتري بلاست، صباغة الكاواتشو. الصباغة كيقولوا ليها الصباغة ديال الدوزيام، أطلس الدوزيام. هنا بالعربية كاتبين إتري بلاست صباغة فينيلي كاملة للأشغال النهائية الممتازة داخل خارج أبيض. فيه 28 كيلو أونص، 30 كيلو في الطوطال، يعني بالسطو بكل شيء 30 كيلو، ولكن إلا حيدت السطو الغلاقة ديالو غادي يبقى لك غير 28 كيلو أونص. وهاد الصباغة ديال أطلس إتري بلاست باش مزيانة هي أنها أولا جودة مزيانة، ماشي جودة متوسطة ولكن جودة مزيانة. هذه كيقولوا ليها هما الدوزيام، ولكن في الحقيقة أنا كنخدم ديما بهذه، كنخدمو بها حتى في برا، كنخدمو بها الفراس، كنخدمو بها كلشي. كنديرو ليها هاد الكولا ديال الكريفي إلا بغينا نخدمو بها برا، كنديرو ليها هاد الكولا كريفي هادي ديال بونوليت، ولكن إلا خدمتي لداخل ما كتحتاجش دير ليها هاد الكولا كريفي كاع. الثمن ديال هاد السطل هذا 340 درهم باش خديتو، وغالبا غادي تلقاو بهذا الثمن هذا، ولكن في الجنوب غادي تلقاوه بكثر. دائما الناس ديال الجنوب كيزيدوا شويه في الثمن مع الترونسبور وداك الشيء كيزيدوا شويه، ولكن هنا في الوسط وسط المغرب يعني الدار البيضاء والنواحي غادي تلقاوه 340 درهم هو الثمن الحقيقي ديال هذا السطل هذا. وهذا السطل راه غادي يضرب لك تقريبا قرط على قدام. المهم الاخوان كما كتشوفوا دابا راه حليت السطل، بغيت نوريكم هذا السطل هذا، بغيت نوريكم الجوده ديالو والجوده ديال لومبالاج ديال اطلس. كما كتشوفوا السطل راه مصبوغ من الداخل، ما كيخليوش مثلا كونفاليزي، ولكن هما كيديروا له واحد الكوش ديال الصباغه باش كيحافظوا على الجوده ديال الصباغه. كما كتشوفوا راه بحال الحليب، ما كاين لا تقشر لا والو، حتى شي حاجه ما كارمه. ها الغلاقه ديالو داروا ليه واحد الجوان ما كيخليش البرد يدخل للصباغه. الصباغه كتبقى مده طويله، عامين 3 سنين 4 سنين ما يطرى ليها والو. الا ما حليتيش السطل ما غادي يوقع ليها حتى شي حاجه، حيت هذا الجوان هذا كيخلي الصباغه كتبقى مزيانه ما كيدخلش ليها الكولونتير. برافو اطلس، برافو اطلس على اللومبالاج. اللومبالاج ديال اطلس شي حاجه واعره، شي حاجه واعره.